مصادر الكالسيوم ايه؟ طبعا اللبن ومنتجات الالبان. الكالسيوم طبعا موجود، كوبايه اللبن فيها 300 مللي جرام كالسيوم. الكوبايه الواحده من اللبن الصافي، كوبايه الشاي دي لو مليتها كده لبن خلاص صافي كده فيها 300 مللي جرام كالسيوم. تمام يا دكاتره؟ فانت مثلا لو شربت كوبايتين في اليوم، كوبايتين لبن، كوبايه لبن وكوبايه زبادي مثلا، انت كده خدت حوالي ايه؟ اكتر من نص احتياجك من الكالسيوم، 600 مللي جرام. الباقي بقى هتاخده بقى من المصادر الثانيه، من الفاكهه بقى والخضار والاسماك، خلاص المصادر الاخرى من الكالسيوم. تمام؟ يبقى من اشهر مصادر الايه؟ الكالسيوم اللبن ومنتجات الالبان. في طبعا مصادر اخرى، في ناس يعني ما بتقدرش تشرب لبن، اللبن بيتعبها، بيعمل لها اسهال وانتفاخات ومغص. فهنعمل ايه؟ هنديله بقى البدايل، هياخد بقى الكالسيوم من مصادر اخرى، ياخده بقى كسبلمنت او ياخده بقى من الاكل بدايل للكالسيوم غير اللبن. زي مثلا الاسماك، في اسماك زي السردين والسلمون غنيه جدا بالكالسيوم. السردين والسلمون، السمك ده غني جدا بالكالسيوم. الخضار الورقي، السبانخ بقى والملوخيه والجرجير والفجل والبقدونس كل ده غني بالكالسيوم. ماشي؟ في فاكهه غنيه بالكالسيوم زي البرتقال، الكيوي، التين البرشومي، البلح، كل ايه الجوافه، الكمثرى، كل الايه الحاجات دي غنيه جدا بالكالسيوم. فانت لازم تعوض، انت مش هتشرب لبن، لازم تاخد بقى ايه؟ تكتر من الايه؟ من الاكل الغني بالكالسيوم الغير اللي هو غير اللبن. ماشي؟ طبعا في بريطانيا بيدعموا الدقيق، بيحطوا فيه كالسيوم برضه. تخيلوا بقى الدقيق في بريطانيا تلاقي الحكومه بتحط فيه كالسيوم، بتحط فيه فيتامينات وبتحط فيه كالسيوم عشان الشعب ما يجيلوش نقص تغذيه. تمام؟ المفروض الكلام ده يتم في مصر، يعني الدقيق مثلا اللي بيتوزع على المخابز وكده المفروض ياخدوا الدقيق ده ويشوفوا مثلا ايه مشاكل سوء التغذيه في الشعب المصري ويعوضوها في الدقيق، بحيث لما الناس تاكل تلاقي ايه؟ ما يجيلهاش مشاكل سوء التغذيه، عشان تلاقي الناس ما شاء الله صحتها كويسه واحساس شعور التعب والارهاق ما يجيلهمش، تلاقيهم بيشتغلوا كويس فيكسبوا ويكسبوا البلد. الناس تشتغل هتكسب الحكومه فلوس، صح؟ في المصانع والشغل وكده والوظائف، فتلاقي ما شاء الله. ففي بريطانيا بيدعموا الدقيق، بيحطوا في الدقيق العناصر الغذائيه عشان يمنعوا سوء التغذيه يحصل في الشعب.